قطاع التعليم بسرعه كده هبداها بالاهداف زي ما اتفقنا من المحاضره النظريه. فانا حاطه العديد من الاهداف بتاعتي. انا اللي يهمني ان انا هبدا من تحت الى فوق، فهبدا من اول محو الاميه الى البحث العلمي. كل حاجه عندي من اللجان لابد ان يكون ليها عندي اهداف بسرعه. خدوا بالكم من حاجه، الاهداف اللي انا حطاها دي لو ركزتوا فيها هي بعد شويه اللي هتلاقوها الاليات. يعني انا عشان مثلا عايزه اعمل وضع خطه استراتيجيه في ضوء احتياجات المراه الحاليه والمستقبليه، ده هدف. عشان انفذ الهدف ده لازمني لازمني اليه ليه. فادي مجموعه من الاهداف هقول الاليات بتاعتها بعد شويه. انا لما اجي اتكلم نفس اللي انا عملته في خطوات التخطيط، ابتديت انا عندي عايز احصر كافه المشكلات اللي بتتعلق من اول محو الاميه لحد البحث العلمي. عندنا مشكلات، عندي مشكله الاميه، هل هي اميه بس؟ عندي اميه الابجديه، عندي الاميه التكنولوجيه، عندي الاميه الثقافيه، الصحيه، الطبيه، الاقتصاديه. بعد اذنك دكتوره، احنا يعني ممكن ندي دقيقتين او تعليقين على الخطه لو حد له تعليق، فركزوا عشان لو حد له تعليق ممكن ندي دقيقتين بس. دي الاستاذ احمد معاه موبايل انا لما اجي اتكلم يبقى انا عندي الاميه، عندي مشكله التسرب من التعليم، لان انا عندي مشكله التسرب من التعليم. في بعض الجمعيات الاهليه بتهتم بيهم وفعلا بتعلمهم، لكن المفروض في بروتوكول ما بين وزاره التربيه والتعليم مع الجمعيات الاهليه ان احنا ممكن نرجعه في السلك التعليمي، يعني ممكن ان احنا نستقطبه، لكن للاسف الحاجه دي مش معممه في كافه في كافه الجمعيات. رسالتي؟ انا عايزه اعمل تمكين للمراه، يبدا من الاميه الابجديه لحد ما الاقيها قائده كبيره في اعلى المناصب القياديه، لان من غير ما يكون عندي تعليم واسس ان انا ببني عليها فمش ممكن ان انا هتدرج بيها واقول لكم انا خطتي في كذا حاجه هعملها. بعد كده بحدد الغايات، احنا اتفقنا من الرساله بحدد الغايات والاهداف بتاعتي. وضع البدائل زي ما انا قلت ان انا عندي فن الممكن، يعني ممكن 60-70% ممكن يحصل. لما اتكلم على فن المستحيل يعني نو وين في يوم من الايام يحصل تحت اي ظرف. لما اتكلم على فن المحتمل ف 50-50، ان انا عندي يحصل 50% ما يحصلش برضو 50%. طب بعدين هحط افتراضات، هعمل بدائل لكل خطه، عندي مجموعه من البدائل. في حاله ان انا عايزه اعمل كذا، هتجيبي دعم مالي، هتجيبي منين؟ من الوسيله الفلانيه. طب لو ما قدرتيش يبقى الوسيله الثانيه، طب لو ما قدرتيش يبقى الوسيله الثالثه، طب لو ما قدرتيش بالجهود الذاتيه. لازم يكون عندي بدائل ان انا احطها. لما اجي اشتغل وانزل على ارض الواقع معناته ان انا باخد افضل بديل عندي. بعد كده هبتدي ان انا اقسم الخطط بتاعتي مدى قصير، مدى متوسط، مدى طويل. بعد كده هنزل على ارض الواقع علشان ابدا ان انا ابتدي عمليه التنفيذ. ادي الهيكل التنظيمي، معلش وعايزه بس شويه تركيز فيه، لان الهيكل التنظيمي يقول لك ما هو شويه رسومات. لا، هو مش شويه رسومات. الهيكل التنظيمي ده انا عاملاه على اساس الوظائف. ليه على اساس الوظائف؟ لان من مميزات الهيكل التنظيمي على اساس الوظائف بيحدد لي المسؤوليات والواجبات والمهام بتاعه كل حاجه. في فرق ما بين الوظيفه والمهمه، لان وظيفتي بتبقى شامله مجموعه من المهام. يعني انا مش والله انا مهمتي كذا. لو سمحتي بعد مناقشه الخطه. تمام؟ فانا بقول انا وظيفتي كذا لكن مهمتي 1 2 3. يعني اصطف جامعه من المهام بتاعتي اللي هو التدريس والبحث العلمي وخدمه المجتمع. لما اجي اتكلم في الهيكل التنظيمي او الخرائط التنظيميه دي صعبه يا دكتور ده، لا، الهيكل ده لو اتحط صح ونظمته صح، ومعلش يعني هستفيد فيه شويه دكتور. هو يا دكتور بعد اذنك احنا هنستاذنك ان لو هم بيعملوا الشغل ده واتزنقوا في حاجه طبعا معلش اي حد معلش انا عارفه وقتك ضيق، لا خالص، بس هي مرحله وهنوصل للشكل. الاساس لازم يبقى صح، الاساس لازم يبقى صح. ميزه الهيكل ده انا لما بعمل هنا رئيس القطاع لا اقصد بيه ميسون مطلقا. ميسون ما هي الا واحده تشغل هذا المنصب، لان المنصب ده واجباته كذا، مسؤولياته كذا، حقوقه كذا. ميسون مشيت، المكان موجود ساكت. عندنا 2 من النواب، عندي نائب عملي وعندي نائب علمي. تمام؟ انا حاطه كذا لجنه، عندي لجنه الاميه اللي بنسميها تعليم مجتمعي، اللي بيبقى فيه عندي اللي انا حاطاه في خطه قصيره المدى ان انا عايزه اعمل على الاميه الابجديه، وهقول لكم حاجه انا عملتها ونفذتها وان شاء الله هتنزل حيز التنفيذ بعد امتحانات نص السنه لما اجي في الخطه بتاعتها هتكلم فيها. عندي الاميه التكنولوجيه وكان نفسي تكون الاستاذه هاله موجوده، لان احنا اشتغلنا عليها وهي معانا ان شاء الله عملت خطه بالرغم انها بسيطه بس هي فاهمه هي عايزه تعمل ايه. تمام؟ بعد كده عندي تعليم ما قبل الجامعي
اللي هو شامل التعليم الاساسي من ابتدائي واعدادي زائد التعليم الثانوي. وده عندنا التعليم الثانوي نفسه، معلش هي مش باينه، يبقى عندي تعليم ثانوي بالظبط، عندي عام وعندي ايه تعليم فني. لان التعليم الفني ده احنا عايزين نعمل فيما بعد ان احنا نطالب الجهات المعنيه ان لازم يكون عندي جامعات للتعليم الفني. انا مش عايزه اللي بيبقى في الثانويه العامه تعليم فني بالظبط. طب ممتاز، ليه؟ لان هو لما بيبقى تعليم فني او تعليم صناعي بيجي عندنا في هندسه ولا بيجي عندنا في اداره بيوقف عاجز يقول لك انا تخصصي صناعه سيارات وتعلمت كذا، ازاي انا بدرس ده؟ بيبقى التعليم بالنسبه له مش ماشي مع ايه؟ مش ماشي مع السنوات الدراسه اللي هي ما قبل الجامعي. طب لما باجي اتكلم على التعليم الجامعي برضه بقول ان انا عندي سواء كان عندي تعليم حكومي او تعليم خاص. بعد كده بتكلم ان انا عندي لجنه الفئات الخاصه. لجنه الفئات الخاصه دي عندي المراه المعينه اللي هي الاميه بس بتشتغل، عندي المراه اللي هي في السجن، في بنات في السجن، في سيدات موجودين في السجن. الناس دي مش عايزين نسيبهم، احنا الناس دي عايزين نهتم بيهم. انت في السجن بس انا هحاول اوفر لك طريقه انك هتتعلمي وهتمتحني وهدخلك في الاخر، لان انا اتفقت مع رئيس مجلس الاداره عندنا في اكاديميه التعليم في اكاديميه العبور ان انا عملت انشاء وحده لمحو الاميه، ودي بيرجع لاول تطبيق ليه على مستوى جمهوريه مصر العربيه في اكاديميه العبور. احنا انشاناها بالفعل واتجهزت، لان انا عندي طلاب بيجوني من بعض المحافظات. الطلاب دي انا هستفيد بيها ان انا هوظفها في المكان في الوحده دي، في وحده الاميه، فهعمل بروتوكول وعملنا وكتبناه وعملناه وهبقى اديه للاستاذه زهره تراجعوا معايا. فانا حتى زي ما انا بقول فئات خاصه، فبرضه الموهوبين دول فئات خاصه بالنسبه لي، لان برضه هي ايه فوق المعتاد. هل الناس دي بنسيبها؟ بنلاقي طفله في ابتدائي بس عبقريه، لو ما بنسيبها في التعليم العادي ما بندعمهاش، ما بنعملش النشاط بتاعها. لازم يبقى لنا احنا دور في الكشف عن الموهوبين، لان الموهوبين دول ممكن بعد كده هتعرف تقدم لي حاجات ابتكاريه، حاجات مهمه. ايه اهميه التنظيم ده؟ مش ان انا برسم رسومات خالص. انا هنا حددت وظيفه، حددت مهام، اللجنه دي مين تحتها، اللجنه دي مين تحتها. اللجنه دي في حاله عندها مشكله هتلجا لمين؟ بعمل تكامل بين كل القطاع. لو انت عندك مشكله هترجعي لرئيس اللجنه، لو رئيس اللجنه هنا عنده مشكله هيرجع للنائب سواء العملي او العلمي كلهم في اختصاص. لو هنا في مشاكل هترجع عندي تصب فين؟ في رئيس القطاع، عشان في الاخر نقدر ناخد اتخاذ قرارات. لو الرسمه دي ما حددليش مين يتصل بمين هيبقى عندي مشكله، لان ده برضو لازم اعمله من خلال الاتصالات ما بيننا. ان هنا عندي لجنه الاميه الابجديه وعندي الاميه التكنولوجيه، لازم يكون في ترابط ما بينهم. ممكن دول مع بعض يعني يكون في تواصل ما بينهم وما بين مين؟ ما بين البحث العلمي. انا عايزه تعملي لي ابحاث علميه عشان اعرف الاحتياجات بتاعت كل قطاع، الاحتياجات بتاعت المراه في الصعيد، الاحتياجات بتاعت المراه لازم هستخدم مين؟ هستخدم حتى لو هو انفصل وبقى قطاع لوحده، بس انا هبقى حاطاه في عين الاعتبار. يبقى انا بعمل في حاجتين عندي، اما اني بنزل بالاتصال بتاعي من فوق لاسفل، ده معناته اني بدي فيه ايه؟ قرارات، اوردر. ده نمط قيادي فاشل. ليه نمط قيادي فاشل؟ لان انا بقول افعل ولا تفعل، فده مش ما بيبقاش بني ادم، ما بيبقاش محبوب. فبالتالي الناس بتبقى فاكره دايما ان السلطه بعد منه انه يفعل ولا تفعل، لا، لان هي في مشاركه في اتخاذ القرارات. لو انا عندي صاعد يبقى بيطلع من اسفل لاعلى، معناته انا بشوف احتياجاتي هنا، بشوف المشاكل هنا، بتبتدي تتعرض على الجزئيه دي، بعدين بتوصل للقطاع رئيس القطاع عشان يبدا من خلالها ياخد فيها القرار. في السريع انا بقى علاقتي ايه بكل المؤسسات، بكل القطاعات اللي انا حطاها كقطاع التعليم. انا بتكلم عندي قطاع اقتصادي، انا هتعامل معاه. ليه هتعامل مع القطاع الاقتصادي؟ لان انا هعمل محو اميه المراه سواء في الريف او في البدو. انا عايزه المراه مش بس تتعلم قراءه وكتابه، انا عايزه اعمل لها مشاريع. ويلي يا استاذ احمد بس عايزه اعمل لها مشاريع صغيره. مين اللي هيتبنى المشاريع بتاعها؟ من خلال القطاع الاقتصادي. عايزه اعمل لها دورات في الاقتصاد وازاي تستثمر فلوسها لو كانت حتى 100 جنيه، يبقى برضه انا مضطره ان انا لازم يبقى في تعاون ما بيني وما بين القطاع. مش بس كده، انا كاتبه حاجات كتيره قوي في الخطه معايا، بس انا بقول بس يعني فاكره عشان ادي فرصه للكل. طب انا عندي القطاع الثقافي، طب انا هعمل اصلا بروتوكول مع وزاره الثقافه علشان انا عايزه اعمل من خلالها اللي هي الاميه التكنولوجيه. فانا عندي هعمل بروتوكول مع وزاره الاتصالات وهعمل بروتوكول مع وزاره الثقافه، فلازم هم هيدعموني بحيث انه والله انت محتاجه كذا، هتعملي كذا، ايه الدورات اللي انتوا بتيجوا تدوها لي علشان تخدم في اللجنه بتاعت اللجنه الاميه. هاخد السياسي. ليه هاخد السياسي؟ لان انا كسياسه بتكلم فيها كسياسه تعليميه، انا جزء من سياستي اللي هي من السياسه العامه للدوله.
فانتوا هتدرسوا السياسه العامه للدوله او السياسه العامه للقطاع اللي هتبقى جزء منها من السياسه العامه للدوله، عشان انا في الاخر اقول والله انا السياسه بتاعتي هي جزء من سياسه القطاع، سياسه القطاع هي جزء من سياسه الدوله. لان انا دلوقتي لو ما عنديش اتصال ما بيني وما بين وزير التعليم وانا عندي حاجات عايزه اعملها، يبقى انا مش هقدر انفذها على ايه؟ على ارض الواقع. ده المؤسسي. مؤسسي اللي هو السياسي ده المؤسسي. تمام. انا لما اجي اتكلم عن القطاع الصحي كان برضو الدكتوره عندنا هبه شعود احنا بالاتفاق معاها هي هتعمل لنا دورات توعيه صحيه. انا عايزه انزل المراه في الريف افهمها البنت اللي هي في بدايه فتره المراهقه التغيرات الفسيولوجيه شكلها ايه اللي بيحصل كذا. مش انا من خلال التعليم من خلال فصول محو الاميه لو عندي الفئه العمريه دي هديها دورات صحيه كذا، لو عندي في الفئه اكبر هديها ازاي تتعامل مع الادويه، ازاي تتعامل الاسعافات الاوليه. يبقى انا بالتالي محتاجه القطاع الصحي يكون موجود معايا. القطاع الاجتماعي حدث ولا حرج، ده يعني قطاع هو اعتقد انه هيخدم على كل القطاعات لان هو ما شاء الله مفتوح في كافه ايه في كل حاجه. لازم هو هيعمل لي ابحاث او يمدني بالداتا من عنده علشان من خلالها ابتدي اقول والله انا هعمل كذا في الصعيد، هعمل كذا في سينا، هعمل كذا. طب بعد كده التنميه لان انا محتاجاهم، انا ممكن ادي دورات تدريبيه بس مش انا، واحده مثلا عندي في القاهره طب مين عندي في اسكندريه، واحده في اسكندريه وفي القاهره طب مين عندي في الصعيد. يبقى انا برضو محتاجه ايه؟ محتاجه القطاع. انا كاتبه تفصيلي انا محتاجه من كل قطاع ايه، بس انا بس ايه بشكل مجمل عشان الوقت. القطاع البيئي اكيد انا لازم هبقى مهتميه جدا بالقطاع البيئي لان انا مش هدفي ان انا امحو اميه ولا هدفي اني ادي دورات تدريبيه في المدارس، انا هدفي انك ازاي تتعامل مع البيئه المحيطه حواليك، ازاي كمراه تستفيدي من المنتجات الخامات الطبيعيه اللي تطلع من البيئه تستفيدي منها. فبالتالي انا محتاجه اتعامل مع ايه؟ كافه القطاعات اللي موجوده. استحاله هعمل حاجه لوحدي، لو انا بس كقطاع تعليم انا هفشل، فانا مش هنجح الا بيكم. احنا كلنا لازم نكون ايه؟ كلنا بنصب ايه؟ بنصب في بعض. اليات التنفيذ هي دي اللي تهمني. ليه اليات التنفيذ؟ لان هي وفقا للاهداف. انا مثلا قلت انا عندي عايزه اعمل مثلا قاعده بيانات، انا عايزه اعمل مكتبه تبع الاتحاد، مكتبه في قطاع التعليم. مين اللي هيديني ويمدني بالداتا بتاعتي؟ مين اللي هيديني بابحاث؟ مين اللي هيمدني بالكتب؟ كل القطاعات. كل القطاعات لان انا عايزه من ضمن اهدافي ان انا حاطه ان انا هعمل عايزه قاعده بحثيه وتعليميه. دي هجيبها منين؟ من خلال الكتب والابحاث العلميه بحيث ان هي تبقى موجوده. اي حد عايز يعمل هنضم بيها التقارير يبقى عندنا داتا كامله لكافه القطاعات لان احنا عايزين نجيب المراه في ارقام. يعني ايه المراه في ارقام؟ يعني وفقا لتقرير التنميه البشريه 2015 2014 البنك اللي هو البنك الدولي قال لي ايه؟ كل حته المركز الاحصاء والتعبئه كل حاجه فيها احصاء يخص المراه انا لازم اجيبه سواء اقتصادي سياسي. لان تخيلوا في الوطن العربي كله ما زالت لحد هذه اللحظه تقريبا تمكين المراه سياسيا 26.6% بس، ده على مستوى الوطن العربي. طبعا دي نسبه قليله جدا، فعلشان يبقى كلامنا صحيح يبقى انا لازم اتعامل بايه؟ المراه في ارقام. تمام. انا هعمل دورات تدريبيه عن المهارات القياديه لان انا مش بخاطب بس اميين ولا بخاطب بنت في ابتدائي ولا بنت في جامعه. انا عايزه البنت اللي تطلع في جامعه وتشتغل لما تشتغل تبقى قائده في مجالها. عشان تبقى قائده انا محتاجه اديها دورات تدريبيه باسم الاتحاد عندنا، فيبقى عندنا مركز للتدريب، مركز للتدريب بشهاده معتمده اقدر اختمها من الخارجيه واقدر اختمها من اي جامعه ثانيه بالشراكه مع اي جامعه ثانيه. بحيث انا لما حد انت خدت عندنا في الاتحاد دوره تدريبيه معناته انك تقدر دي تبقى ايه؟ شهاده من ضمن السي في اللي موجوده عندك. تمام. هعمل برضو مركز للتميز الابتكاري زي ما انا اتكلمت عليه. هعمل دورات تدريبيه بحاجات بسيطه قوي مش بفلوس كتير. لما بقول انا عايزه اتبنى الاتجاهات العالميه معناته انا هستفيد منها. هستفيد منها ازاي؟ هبص على تجربه ماليزيا، هبص على تجربه يعني دلوقتي مثلا في المانيا نو واي ان حد يقول لك مثلا في التعليم الابتدائي لازم يبقى حاصل اتليست على ماستر. ليه؟ لان هو هيتعامل مع اطفال وانت بتكون نشء مش احنا العكس. فبالتالي دايما لو احنا عايزين نبدا هناخد بالاطفال، هنسيب الكبار دلوقتي، هنبتدي نشتغل على الاطفال لان طفل النهارده هو رجل المستقبل وكمان 20 سنه او 15 سنه. فانا عايزه لو انا اسسته صح هيطلع عندي بعد كده ايه؟ هيطلع خلاص والله خلاص ايه بروتوكولات. دي كل البروتوكولات اللي انا عايزه اعملها مع بعض الوزارات والحاجات. تاني طيب ماشي. انا هعمل بروتوكول مع الهيئه العامه والمحو الاميه وتعليم الكبار وده اوريدي تم.
وان انا رحت عندهم وقلت لهم ان انا عايزه اعمل وحده داخل الجامعه عندي علشان ان انا هدرب بيها الطلاب البنات اللي موجودين من المحافظات زائد اللي موجودين بحيث انها في القاهره، بحيث انها ممكن تنزل مناطق عشوائيه. انشانا وحده خلاص بموافقه رئيس مجلس الاداره، وانشانا وحده، لكن هي هتنزل للتفعيل ان شاء الله في بعد امتحانات الطلاب في اجازه نص السنه. التعاون ما بيننا هم اللي هيمدوني بالكتب والاقلام والمساطر هم اللي هيدوني الشهادات وكله، وهم كمان اللي هيدوني المكافآت للطلاب، وهناخد جزء من المكافآت دي عشان يبقى دخل للقطاع. تفعيل البرلمان الصغير ده، البرلمان الصغير ده هنعمله في المدارس الابتدائي بحيث ان هم يبداوا يعني ايه ممارسه ديمقراطيه بحق حقيقي. بس موجود برلمان الشباب موجود. لا موجود بعد الاطفال والشباب بينفذ على ارض الواقع. ايوه ننفذ. ايوه بس التنفيذ ده ما عملناش، احنا عايزين يبقى في كل المدارس على مستوى المحافظات، وعايزين يعني على خاصه المدارس الحكوميه، لان انا عايزه موجود تبع حاجه اسمها الاتحادات الطلابيه عندنا في التربيه والتعليم. الاتحاد الطلابيه بتكلمي ناس من الكوكب. عايزه اعمل بروتوكول برضه هم عندهم ولاد في مدارس. عايزه اعمل برضه بروتوكول مع وزاره التعليم العالي عشان عايزه اعمل حاجات معينه على دورات تدريبيه، وعايزه اهل المراه لسوق العمل ايا كان التخصص بتاعها ايه. عشان اهل المراه لسوق العمل لازم ابقى عارفه متطلبات سوق العمل ايه، لان في ضوء المتطلبات دي هعدلها برامج ودورات تدريبيه معينه عشان المراه لما تبقى في سنه رابعه خلاص. طب ادي حق، بلاش دي، هدي حق بس هنا عشان هي عملت الاميه التكنولوجيه. خلاص هي عايزه تعمل ببساطه شديده قوي، هي بتشتغل في وزاره الثقافه، فهي عايزه تعمل بروتوكول مع وزاره الثقافه ووزاره الاتصالات على ان احنا لو عندنا ان شاء الله باذن الله هيبقى عندنا مقر، فلو في امكانيه للمقر يكون في اوضه للتدريب. الناس دي هتيجي هتتدرب